السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ضمن الوصفات ديال رمضان. غادي نشارك معكم اليوم واحد المملحة اللي كتجي زوينة خطيرة في المذاق ديالها. العجينة ديالها قطنية واعرة في الخدمة ديالها، وغادي نشارك معكم لا سوب اللي كتجي لذيذة وصحية 100%، غير بالخضار، ما تحتاجوش ديروا لا دقيق لا حتى شي حاجة، وكديروها بالكروفيت او لا ديروها بالدجاج. المهم ديروها بداكشي اللي بغيتو، المهم كتجي صحية ولذيذة. مباشرة غادي ندوزو هنايا للعجين. عندي هنايا 500 غرام ديال الدقيق، انا درت دقيق نوعيه جيده خاصه بالحلويات. هنايا نصف ملعقه ديال الملح، جوج معالق ديال السكر، المهم تقدروا ديروا غير ملعقه واحده. هنايا غادي نديروا بيضه كامله. وهنا غادي نديرو ملعقه كبيره ديال الخميره الفوريه لحقاش البرد. الا كان عندكم الجو سخون في الكوزينه ديالكم ديروا اقل. صافي هنايا درت الماء دافي وغادي نعجن العجينه ديالي حتى كتلم معايا. المهم انا هنايا العجينه خدات معايا 250 مليلتر. 250 مليلتر اللي دفيتها، المهم خدات معايا 250 مليلتر بالضبط في ديك 500 غرام. هنايا بعد ما تلمت ليا العجين بهذا الشكل هذا، ها نتوما شوفوا القوام ديالها يعني كتكون شويه رطبه بهذا الشكل هذا. صافي هنايا مباشره غادي نزيدو هنايا جوج معالق كبار ديال الزبده. ديروا زبده نوعيه جيده باش تعطيكم قوام زوين وتعطيكم حتى اللذه العجين ديالكم. صافي هنايا خليوها تدلك. الا دلكتو بيديكم دلكوها، وإلا درتوها هكا في العجانه بحالي ديروها واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه. المهم خاصها تدلك بهذا الشكل هذا. شوفوا معايا القوام ديالها ما شاء الله كتجي هكا يعني مساعفه في الخدمه ديالها، واخا كتبان لكم هكا خفيفه راه ما كتلصقش في اليدين. بعد ما غادي نغسل يديا راه ما غاديش تبقى تلتصق نهائيا. شوفوا معايا القوام ديالها ما شاء الله. انا عجنتها في العجانه غير لضيق الوقت وصافي. صافي هنايا مباشره غادي نغطيها بالسلوفان وغادي نخليها تختمر حتى كيتضاعف الحجم ديالها. ديروها في شي بلاصه هكا دافيه ولا حطوها قبة البوطه كما درت ليها انا. وهنايا مباشره خديت هنايا القشور ديال الكروفيت، درتهم هنايا في الكاسرول، ضفت لهم 3 ديال الوريقه ديال سيدنا موسى، وغادي نخليهم يطيبوا في كوكوط. درت هنايا زيت الزيتون، وهنايا غادي نبدا نشحر في الخضار ديالي. انا درت هنايا الجزر، درت القرعه حمراء والقرعه خضراء. المهم الخضار ديروا داكشي اللي متوفر عندكم. هنايا درت بطاطا والطماطم. المهم ديك الطماطم من الاحسن قشروها. وهنايا عندي واحد البصله واربعه الفصوص ديال الثوم. غادي نحرك كل شيء واحد 5 دقائق ونخليهم يتشحروا في ديك الزويته بلديه. عاد من بعد غادي نضيفوا التوابل. صافي من بعد هنايا غادي نضيفوا الملح، نص ملعقه ديال الابزار، ملعقه عامره ديال الخرقوم، وملعقه عامره ديال الزنجبيل. وهنايا غادي نديروا ملعقه عامره ديال مركز الطماطم وغادي نحركو مزيان. هنايا غادي نخليها يعني كتشحر ليا واحد 10 ديال الدقائق عاد بهذا الشكل هذا. شوفوا ديك الخضار كلهم كيطلقوا ديك الماء ديالهم. صافي هنايا غادي نزيدوا ملعقه كبيره ديال الربيع قزبر ومعدنوس، انا كانوا عندي في المجمد. صافي هنايا غادي نمرقوا بالماء ديال الكروفيت او الماء ديال القشور ديال الكروفيت، كيعطي نكهه خطيره لاصوب ديالكم صراحه. جربوه راه كيجي واعر. غادي نحرك كل شيء، غادي نسد على الكوكوت ديالي وغادي نخليها تطيب. المهم انا هنايا خدت معايا 25 دقيقه علين ما ساليت المهم المملحه اللي كانت عندي رجعت عندها كانت 25 دقيقه. فمقيله هنايا المهم انا كحست ديك الكوكوت، خديت المقيله درت فيها واحد البصله اللي مشلده رقيقه، شويه ديال زيت بلديه وشويه ديال زيت روميه. غادي نحرك كل شيء، غادي نغطي عليها ونخلي ديك البصله حتى كتدبل معايا بهذا الشكل هذا. المهم البصله ديالي طاحت مزيان. هنايا مباشره خديت واحد الحبه ديال الفلفله كبيره اللي قطعتها رقيقه يفضل. هنايا غادي نتبل غير بالابزار وبالملح، وغادي نديرو الثوم بودر. المهم ما غاديش نزيدو التوابل نهائيا. هاد الحشوه هادي كتجي خطيره في المذاق ديالها، قد ما هي سهله قد ما هي بنينه صراحه. جربوها راه كتجي واعره. صافي غادي نخلي كل شيء يتشحر حتى كطيب لينا الحشوه ديالنا. شوفوا معايا بهذا الشكل هذا. صافي نزلات معايا ديك الفلفله والبصله، المهم طابوا ليا مزيان. هنايا غادي نوريكم الاضافات اللي غادي نزيدو. درت هنايا شويه ديال الزيتون خضر وجوج علب ديال التونه وجوج فرماجات. المهم نتوما تقدروا ديروا اي نوع ديال اللحوم ولا ديروا الطون بحال اللي راه جات الحشوه رائعه. جربوها على ضمانتي. هنايا غادي نحرك مزيان مزيان حتى كينسجموا ليا العناصر وذوبوا شويه داك الفخوماج محد الحشوه ديالكم سخونه، وخليوها على جنب تبرد لكم الحشوه. مباشره هنايا دزت العجين ديالي. شوفوا معايا ما شاء الله العجينه كتجي واعره في الخدمه ديالها. العجينه ناجحه 100%. جربوها على ضمانتي واعتمدوها لا في المملحه ديالكم ولا حتى في الحلو.
الا زيدوا لها السكر. صافي هنايا مباشره انا هنايا ضفت الدقيق، غادي نحاولوا نسرحوا العجينه ديالنا على شكل مستطيل. شوفوا معايا العجينه، الفقاعات اللي كيتكونوا فيها باش تعرفوا بانه العجينه ناجحه ما شاء الله. صافي هنايا انا سرحتها هكا فوق سطح العمل. السمك ديالها ما خاصو يكون غليظ ما خاصو يكون رقيق. الا غلطتوا العجينه راه غادي تجيكم فيها بزاف ديال البابه، ولا الا رققتوها ما تلقاو ما تاكلوا فيها. صافي هنايا الحشوه غادي نسرحوها في الوسط بهذا الشكل هذا. صافي راه كيما موضح لينا في الفيديو. وهنايا غادي نقلبوا الاطراف، غادي نقلبوا الطرف الاول حتى كنساليوه. المهم حيدوا داك الفائض ديال الدقيق باش العجين يلصق على بعضياته، ضروري ومؤكد. صافي هنايا خفقت واحد البيضه مع شويه ديال الحليب، غادي ندهن واحد الدهنه غير خفيفه وصافي، غير باش يلتصق ليا داك العجين على الطرف الاخر. المهم راه الفيديو موضح بهذا الشكل هذا. وهنايا غادي نقلبوا الطرف الاخير. صافي المهم انا هنايا غادي نقطعهم يعني مستطيلات. انا ما تصورش معايا، المهم هنايا بعد ما قطعته ما تصورش معايا ملي كنت كنحط في اللاطه. نتوما هكا يعني هذا هو الوجه ديال المملحه ديالكم، نتوما قلبوها، يعني الوجه اللي كاين من التحت هو اللي خاصو يكون من الفوق. انا ما تصورش معايا لذلك انا نبهتكم باش تعرفوا. غادي نستمر حتى نقطعهم كلهم. شوفوا معايا انا داك الساروت درتو لتحت، والتحت ديال المملحه ديالي قلبته لفوق. صافي هنايا كندهنوا بنفس الخليط ديال البيض، كندهن ليهم الوجه ديالهم مزيان باش يجيوني محمرين كما شاهدتوا معايا في اول فيديو. هنايا غادي ندير فيهم واحد 3 ديال الفلحات بالموس. المهم تقدروا تخليوهم غير سامبل، ديروا بالفورشي، ديروا داك التزيين اللي كتفضلوه نتوما. صافي هنايا غادي نستمر حتى كنكمل الكميه ديالي كلها، وغادي ندردر عليهم الجنجلان الابيض. المهم ديروا داكشي اللي متوفر عندكم، انا غير يعني فكره وشاركتها معكم. صافي هنايا غادي نديرهم الفران يكون سخون مزيان حتى كتنشف لينا العجينه. عاد كنقصوا ليها ونخليوها طيب على خاطرها. صافي بعد ما طبت ليا الخضره ديالي طبعا، صافي دزت باش نطحنها. المهم انا زدت ليها شويه ديال الماء ديال الكروفيت حيت جاتني شويه ثقيله. صافي هنايا داك الكروفيت اللي كنا ديجا قشرناه وداك القشور ديالو استعملناه، دابا غادي نديرو الكروفيت في هذه المرحله هذه. صافي حركت مزيان، وهنا غادي نشعل البوطه. انا خليتها تزيد طياب واحد ربع ساعه حتى زادت اختارت ليا شويه ديك لا سوب، وديك الكروفيت طاب معايا. صافي هنايا هادو هما المملحه ديالي بعد ما خرجتهم من الفران. صراحه جربوهم وخبعوا عندكم هاد الوصفه هذه لرمضان ان شاء الله جاي. الله يجيبوا لينا، الله يدخل علينا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله يا ربي. هانتوما شوفوا معايا المملحه ديالي كتجي زوينه صراحه ولذيذه، والحشوه راها جد بسيطه كما شاهدتوا معايا. وهذه هي لا سوب ديالي. شوفوا معايا ما شاء الله انا زيتها شويه بلا كريم. المهم نتوما تقدروا تخليوها غير سامبل، صراحه كتجي لذيذه وكتجي مشبعه. والاهم انها يعني استعملنا فيها كلشي ناتوريل،